ودلوقتي بقى بعد ما لفينا مع بعض داخل المقابر وقرينا البرديات وسمعنا رأي العلماء، فمين بقى هو فرعون موسى الحقيقي؟ هل هو رمسيس الثاني المتغطرس اللي بنى المدن بس التاريخ ما بيخدموش، ولا ابنه مرنبتاح اللي اتذكر في عهده كلمة إسرائيل، ولا أمنحتب الثاني الرياضي المغرور اللي جيشه اختفى فجأة في نص حكمه، ولا القصة أقدم من كده أو أحدث من كده بكتير؟ في الحقيقة إن فرعون في القرآن والتوراة مش مجرد شخص، ده رمز للتجبر والعناد وتأليه النفس، وربنا سبحانه وتعالى شاء ان اسمه يضيع في التاريخ ويفضل لقبه فرعون هو اللي عايش علشان يكون عبرة لكل طاغية يجي بعده. ويمكن مومياء فرعون الحقيقي تكون قدام عينينا في المتحف دلوقتي واحنا مش عارفين، ويمكن تكون لسه مدفونة تحت رمل سينا او في قاع البحر ومستنية اليوم اللي تظهر فيه علشان تكون آية بجد. وبكده أكون عرضت عليك أغلب النظريات والفرضيات المتاحة عن حقيقة فرعون موسى اللي جت في الكتب السماوية وآراء ونظريات العلماء، وجه دورك انت دلوقتي علشان تقولي رأيك وتقولي مين هو الشخص الأقرب إنه يكون هو فرعون موسى الحقيقي. هستنى رأيك في التعليقات. ولو لسه مستمتع بقصص وحكايات مصر القديمة فاعمل لايك واشترك في قناة كينج توت AI على يوتيوب، وتابعنا دايما علشان نرجع حضارتنا العظيمة من تاني.